اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا مساء الفل، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر شعبان وهوا والايام هتجري، وهقول لكم برضو كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وكل سنه وحبايب قلبي في القناه وكل واحده بتعلق لي وهي بخير وفرحانه دايما بولادها يا رب، ودايما ربنا بينول لها كل اللي هي بتتمنيه. النهارده هنعمل مع بعض شويه فراخ كده. يعني جبنا فرخه كده على قدينا بقى كده، بما ان الحاجه غاليه. النهارده كيلو الفراخ لقيناه ب90 جنيه. ربنا يعين كل واحد على حاله. بس هنعمل ايه؟ الولاد طبعا نفسهم بقى ياكلوا فراخ، بقى لنا كتير ما جبناهاش، فقلنا بقى ايه، ندلعهم بقى مره في الاسبوع كده ونجيبها. جبنا فرخة، غسلناها كويس وضربنا في الكبة بتاعتنا حبة حاجات كده، تحبيشة كده عشان خاطر نحبش بيها الفراخ. ايه هي بقى التحبيشة يا ام حمزة؟ حطينا في الكبة جزراية، طماطماية، قرن فلفل حامي، وواحد رومي. وضربنا الحاجات دي كلها كده مع بعض، ونزلنا عليها في الصينية كده زي ما انتوا شايفين. ونزلنا على التحبيشة دي على بكوباية زبادي. وهنرجع نقلب المكونات دي مع بعض، وهنحط عليهم البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا دي بقى عبارة عن ايه؟ زعتر 7 بهارات، فلفل اسود، مرقة الدجاج، حبة الملح، بابريكا، طبعا عندك روزماري، عندك صويا صوص، عندك اللي انت بتحبيه، توم باودر حطي. فاهمه؟ يعني صينيه الفراخ اللي هي بتستوي في الفرن المشويه دي بتحب البهارات، فانت اديها شوفي البهارات اللي بتحبيها وحطيها. يعني يا ريت تحطوا كمان ذره صغيره كده، هو حاجه بسيطه كده، قرفه لو انت ما بتحبيش طعمها في الاكل، بس برضو هتخلي طعمها جميل. ونحط بقى البهارات على كوبايه الزبادي، على التحبيشه اللي عملناها في الخلاط ديت، ضربناها مع بعض. وما تنسوش فصين الثوم، تهرسيهم وتحطيهم في قلب التتبيله. طبعا تبلنا الحاجه كلها كده وبهرنا. قلت انا بقى ايه، بدل ما هحط اتبل مثلا الفراخ واحطها في الصينيه لوحدها، لا انا ممكن اعمل ايه، او منزله على الفراخ، احط مثلا في من تحت كده شويه ايه، بطاطس. قلنا ندلع صينيه الفراخ، ومش هينفع نسيبها لوحديها الفراخ في الصينيه. تتبيله بصراحه ربنا في منتهى الجمال، وطعمها خرافه خرافه خرافه. فقلت اما احط تحت الفراخ كام بطاطسايه كده، بتاع 3 بطاطسيات وعليهم بصلايه. وادي البهارات اهي، نزلنا عليها في البطاطس. ونفس البهارات اللي انا قلتها دي انا حطاها في قلب تتبيله الفراخ. يعني هنحطها على مرتين. عايزه تحطيها وتستكفي عليها في تتبيله الفراخ ماشي، عايزه تستكفي بيها في في البصلايه والبطاطس تمام ماشي، مش هتقولك لا. تعالي بقى نركن بقى صينيه البطاطس كده، ونتبل بقى الفراخ، ونحط كده تحت الجلد، ونملى نملى التتبيله كده وندخلها. بصوا، في كل حته في الفراخ، حطيها تحت الجلد، ما بين الجلد، فوق الجلد. يعني بصوا، غذيها كده بالحشوه دي، بجد هتطعم الفراخ وهتطلعها لك احلى من المشويه بتاع بره، وهتبقى اطعم وانضف واحلى، وهتطلع جميله جميله جميله. جربي التتبيله دي تحفه. وما تنسيش تحطي دبس رمان، لو مش هتحطي الصويا صوص حطي دبس رمان، برضو في منتهى الجمال، طعمه خطير وبيخليها برضو في منتهى الجمال. انا ما كانش عندي، بس انا قلت اقولك ممكن انت لو عايزه تضيفيها تضيفيها. طبعا صينيه الفراخ دي بقى عايزه شويه رز معمر. انا قلت بقى ايه، بما اننا احنا جبنا بقى فرخه، واللي بيجيب الفراخ النهارده وبيشتري فراخ كأن عنده عيد في الغلا بصراحه ربنا اللي احنا فيه. فقلنا بقى بما ان احنا اشترينا فراخ، يبقى نعمل مع بعض شويه رز معمر، وطبق بقى بتنجان مخلل كده بقى، ونحبشه بالتتبيله، ونديها بقى النهارده ما نرحمهاش. شايفين بقول لكم ايه؟ شويه فراخ عسل عسل عسل. بجد حبايب قلبي لو جربتوه هتعجبكم، وهتقولوا لي تسلم ايدك يا ام حمزه بجد. هنحط شويه على الوش كده الصينيه شويه زيت. وما تنسيش تحطي، انا نسيت اقولك، ما تنسيش تحطي في التتبيله حبه زيت وليمونه وحبه خل. بصوا هنحطها على النار بقى ونغطيها
تغلي غلوة ونوطي عليها، وبعد كده يعني البخار هيسويها بقى مع نفسها. هنا بقى ندخل بقى على صينية الرز المعمر. انا المفروض هعمل النهاردة 4 كوبايات رز، عليهم قد ايه بقى لبن. بصوا، هو العادي انا مش يعني اكيد اللي بيعمل الرز المعمر واللي بيطبخ اكيد عارف حاجه زي كده، يعني مش هنقول مثلا عشان محدش يقول لي انت بتغشي والمفروض الحاجه دي تتحط لها لبن بس، لا. المفروض 4 كوبايات رز ياخدوا 2 ميه، ومثلا كوبايتين مثلا لبن وكوبايه ونص ميه. انا كده مش بغش او مثلا مش يعني بغش اللبن ولا حاجه، لا. هو الرز المعمر لازم يخش له ميه عشان خاطر يستوي. انا هنا بقى حطيت زي ما قلت لكم 3 كوبايات ونص، كوبايه ونص ميه، كوبايتين لبن، وحطيت عليهم معلقتين زبده. عندك سمنه بلدي حطي، عندك سمنه حطي، عندك زبده حطي، المتوفر عندك حطي. وهننزل عليهم بكوبايتين قشطه، لان طبعا انا عامله 4 كوبايات رز، فعلى طول كوبايتين قشطه. هنقلب بقى الحاجه دي كده مع بعض على النار لحد ما السمنه كده والقشطه يسيحوا كلهم في بعض، وننزل عليهم على الرز على طول، وندي التقليبه مع اللبن مع السمنه مع الرز، كله نشربه كده في قلب الرز مع بعض، وندخله بقى الفرن ويستوي كده مع نفسه. وما تنسيش تقوليلي لو جربت الفراخ هتبقى رأيك ايه فيها. صينية الفراخ دي بصوا لا غنى عنها في العزايم، في اي اكلة خفيفة، واحدة راجعة بقى من شغلها تعبانة، دي حاجة سريعة وفي الانجاز بصراحة. وصينية بطاطس فعلا تستاهل التجربة. ودي كانت شكلها وهي بتغلى اهي وداخلة بقى في السوا. هنحطها في الفرن بقى تتشوح كده وتشمع كده على الشواية والفرن. بصوا دي كانت النتيجة بجد في منتهى والله العظيم الجمال، جمال جميل. حبايب قلبي ومتابعيني، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. وده كان شكل الرز المعمر، مش عايزة اقولك على جماله. وده شوية بقى البتنجان، مش عايزة اقولك طبعا البتنجان ده